السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هعمل اكله اقتصاديه جدا يعني، وهي في نفس الوقت طعمها في منتهى الجمال، حاجه كده روعه. هعمل شاورما البتنجان. جميله جدا في منتهى الجمال. الاول جبت يا جماعه البتنجان، غسلته كويس وقطعت القمع اللي فوق ده، ويعني عملت فيه خطين كده في البتنجان وقطعته دواير، وبعد كده هقطعه شرايح. يعني هي يعني حاجة جميلة كده يعني بتمنى ان انتوا تعملوها، يعني جربوها. يعني قولوا مثلا لاولادكم ان هي حاجة يعني يعني عامله لكم مفاجأة، عامله لكم حاجة حلوة، مش عارف ايه. هم لما ياكلوها والله ما هتفرق عن شاورما الفراخ. جميلة جدا. وفي نفس الوقت عملت كل اللي بعمله مع شاورما الفراخ بالظبط. جبت المقلاية كده وحطيت فيها حبة زيت شوية صغيرة يعني. هشوح البتنجان ده تشويح بس مش هحمره. هو البتنجان حضراتكم عارفين طبعا ان هو ما بياخدش وقت كتير في السوا. هشوحه كده تشويحة بسيطة بس ما تقلبهوش كتير عشان ما يتهراش. ممكن تغطيه لمدة دقيقة كده. بعد ما يتدبل البتنجانة كده واحس ان هي استوت، بجيب البصل واحطه عليها. هقلبه بردك تقليبتين كده، وبعدين احط الفلفل. فلفل الوان، عندك فلفل اخضر بس فلفل الوان بيديها طعم جميل جدا، في تسكيره كده حلوه، بيديها طعم حلو قوي. وبعدين هقلبه بردك كالعاده، اقلبه تقليبه حلوه كده علشان ياخد من المكونات الموجوده. انا ركنت البتنجان في حبه ملح قبل ما احطه على النار يا جماعه حوالي 10 دقايق. دي التوابل اللي انا هحطها، توابل شاورما وبابريكا وحبه كزبره ناشفه وحبه كمون وحبه شطه وحبه كبيبه صيني ونقطه بسيطه كده قرفه وزيها زنجبيل. هقلب كل المكونات دي على بعضيها، وحطيت حبه ملح طبعا. هقلب كل المكونات دي على بعضها تقليبه كويسه كده، وبعدين احط الطماطم. بردك الطماطم مش هخليها يعني تستوي، يعني يا دوبك تقليبه. بردك حطيت خل، هقلبها كده مع بعضيهم كده كويس، وبعدين احط ليمون. عايزه تكتري الليمون كتري، يعني انا بحب احط عليها نص ليمونه. انت عايزه تكتري عن تحطي ليمونه كامله حطيها. بسم الله ما شاء الله، طعمها في منتهى الجمال وشكلها جميل جدا. خضروات يا جماعة وكده يعني هقول ايه، يعني حديد وخضروات فيتامينات يعني حاجة جميلة جدا. عملت عليها نص ليمونة وخلاص، هي كده استويت خلاص. ما خدتش مني دقايق يعني، ما خدتش مني حاجة والله يا جماعة. هي ال5 دقايق ديت اللي انا عملتهم فيها، يعني اقل كمان من 5 دقايق. هقلبها وخلاص كده خلصت. طعمها روعة بقى، يعني اتمنى ان انتوا تعملوها. هي خلاص بقى تعمليها سندوتشات. انا ما كنتش محضره لها يعني ان انا اعملها. انا كان عندي عيش فينو كده، عملت سندوتشات في العيش الفينو وحطيت لها مايونيز وكاتشب. جميلة جدا، طعمها روعة. اهي بصوا يا جماعة، والله في منتهى الجمال. انتي برضه ممكن تحطي لها طحينة، تحطي يعني مثلا زي ما تفضلي انت. ممكن تاخدي تحطيها في عيش. انا حطيتها بعد كده في عيش بلدي. لو انت عايزه تاخدي العيش البلدي ده وتحطي نقطه زيت شويه صغيرين وتحمريه في المقلايه على النار، هيبقى جميل جدا برضك. بس انا كنت مستعجله يعني اهو. يعني لو كنت حطيته اتحمر كان بقى حاجه جميله جدا. اهو بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. انا لقيت العيش محمر يعني، بس برضك انا كنت مستعجله حق الله يعني. هو كان المفروض انا حمرته، فانت بقى بتعملي الحركه دي عندك. ممكن حتى لو جبتي عيش شاورما وحطيتيه، مش خساره فيه يا جماعه، مش عشان بتنجان يعني، لا. جميل جدا. اهو اعمليه بقى سندوتشات. ده مثلا وجبه عشاء خفيفه كده، يعني حاجه حلوه. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وخلاص هي خلصت كده. اتمنى ان انتوا تشتركوا عندي في القناة وتعملوا لي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.